سابق. طول ما انت مش سابق، فانت رئيس نادي، رئيس نيابه، رئيس محكمه، وزير عدل، رئيس جمهوريه، وزير، عمده، محافظ، خلاص. الكرسي ده الناس بتخاف منه. لما كسبت كمال درويش في الانتخابات، فجاء ناس كتير من بتوع كمال حواليا، فواحد وقال لي في ودني دول بتوع كمال، قلت له لا، دول بتوع كرسي. حلوه قوي دي. مالوش دعوه بكمال ولا جلال ولا بتوع كرسي. طبعا. قلت لهم اي حد هيقعد على الكرسي هم عشاق الكرسي. طب اقول لك حاجه، انا استغربتك قوي. اقول لك امتى؟ كان في الانتخابات دي، كان كابتن فاروق جعفر جاي داخل وعمال يقول كمال درويش، كمال ادوا لكمال درويش، ادوا لكمال درويش، وكان ضدك. فطلعت النتيجه هو عادل المأمور. طلعت النتيجه فانت كسبت. بس فالكابتن فاروق راح باسك. تمام. رحت جايبه بعديها مدرب الفريق. مدير فني. انا قلت غريبه جدا، ازاي يعني سياده المستشار يعمل كده؟ لا، وابن اخت اسماعيل سليم لما كسبته انتخابات اهي. ولما كسبته في الانتخابات اسماعيل سليم في النائب، انا جبته. وعصام عبد الحميد انت عارف انه متجوز بنت اختي، جبته. واخد بالك، انا ما عنديش مشكله. بص يعني ما عندكش ما دام بني ادم كويس، بص ما دام بني ادم كويس انا ما عنديش مشكله، او هيخدم. شوف ما دام مش فاسد، وانا معركتي فساد وظلم، خلاص. فالمهم هذا الكرسي اللي احنا بنقعد عليه ده بقى، ده اللعنه. الملك فاروق سنه 36 يا خالد استقبلوه استقبال الابطال على الصفين، وكان شاب جميل. وفي النهايه احنا طردناه، وفي الاخر قتلوه في ايطاليا. وخلينا عصر كل الملك فاروق ده كان رقصات، ده كان فاسد، ده كانت امه. اعظم عصر في الديمقراطيه كان عصر الملك فاروق. عارف ليه بقى؟ كان في برلمان حقيقي، وكان في راجل اسمه مصطفى النحاس، كان زعيم الوفد وكان رئيس الوزراء. خلاص. الراجل ده كان لما الملك فاروق يحب ينقل موظف عايز ينقل موظف في الجمارك، يتحايل على مصطفى النحاس يقول له طب عايز تنقله ليه؟ قول لي ليه؟ الكلام ده مش موجود دلوقتي. لكن انت اللي خليت من فاروق فرعون، وفي الاخر كسرت هذا الفرعون. ده الملك فاروق. تعال على جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر عشان الناس بيقول لك ثوره وبتاع، او جمال عبد الناصر اول ما طلع كانت اسمها حركه مباركه، ثم انقلاب، ثم بقت ثوره. ليه؟ لانه الثوره ليها اهداف. لما طرد الانجليز وعمل قوانين الاصلاح الزراعي والمصانع واهتم بالفلاحين والتامينات، كل دون الناس قالت لا خلاص انت بتعمل تغيير في جذري سياسه واقتصاد واجتماع، ده التغيير جذري، دي تبقى الثوره. انما لما تقول لي ثوره عشان ان انا لغيت التوقيت الصيفي هضحك. لما تقول لي الناس اللي استشهدوا دول علشان مش عارف اعين محافظ لقينا هضحك. لما تقول لي الثوره دي عشان خناقه على مسجد النور بين الازهر والاخوه السلفيين هضحك. دي مش ثوره. الثوره هو تغيير نظم سياسيه واقتصاديه واجتماعيه لم يحدث. فلما تيجي بقى على جمال عبد الناصر، شوف كان 52 بينزل في وسط الناس، هو ومحمد نجيب. لما ابتدى الكرسي ده بقى وتأليه الفرعون، جه خالد محي الدين هذا الرجل المحترم، انا عاصرته هو من كفر الشوكه، عاصرته في مجلس الشعب يا خالد. هذا الرجل راجل ربنا يديله الصحه، شخصيه محترمه. جه قال لجمال عبد الناصر لا نرجع السكنات، عايزين ديمقراطيه، انت دكتاتور. قال له طب يا حبيبي حابب تروح سويسرا؟ روح سويسرا، اقعد هناك بقى شويه. كان راجل اسمه جمال منصور، ده كان قائد سلاح الفرسان. قال لي جمال عبد الناصر احنا تخلصنا من الملك، جبنا 13 ملك اللي هم مجلس قياده الثوره، السجن على طول. تمام. محمد نجيب اللي الولاد الشبان اتداروا وراه، رماه في عزبه النخل في بيت الست زينب الوكيل بينام مع الكلاب والقطط. وابتدى بعد كده بقى لا زي ما شفنا اعدام الاخوان المسلمين، سيد قطب، حاجه زينب الغزالي دي ست. طب مش هم حاولوا يقتلوه؟ شوف يا استاذ، يعني هو كان سبب اعدامه بسبب محاوله اغتياله. طيب والشيوعيين واليساريين الناس كلها كانت في السجون. خالد اللي كان بيقول لمراته كلمه كانت بتروح تبلغ عنه كان بيتحبس. لما تيجي انت عايز ربنا سبحانه. رئيس المخابرات ساعتها كان صلاح ناظم عندنا من سنتيمتر بلدياتنا. هل فعلا كان فعلا كده شوف يا خالد، اللي بيقولوا عليها كده؟ انا قاري تاريخ، بس كل اللي بتقوله اعتماد خورشيد عن صلاح ناصر هذا كذب. لكن كان في سجن حربي، كان في حمزه البسيوني، كان في محاكمات الدجوي،
كان حمزه البسيوني ده بيقول للاخوان لسيد قطب قول لي الفتحه من المعكوسه من الشمال لليمين. ده كان في عصر عبد الناصر. خلي بالك والله العظيم. الى ان انتهى عصر عبد الناصر بنكسه 67. لكن نقدر نقول انه عنده ده وعنده ده. هو ما كانش في حريات، ما كانش في ديمقراطيه، ما كانش في برلمان. تعالى يا خالد خد انور السادات. شوف انور السادات اول ما جه عمل ايه؟ اول حاجه هدم سجن اللومان، طلع المعتقلين، حرق الشرايط بتاع التسجيلات. خلاص. ويكفي حرب اكتوبر. لكن انتهى عصره بايه؟ بقتل. ان هو اعتقل كل الرموز السياسيه في المجتمع المصري والدينيه، حطها في السجن في سبتمبر الى ان قتل. بس هو اللي اداهم الحريه الاول. ما انا يعني هو اداهم الحريه لا يعني عايز اقول لك ده حصل. ده لازم نقول ده ونقول ده. لما تيجي لحسني مبارك اي حد يقول عليه مخلوع يبقى كان انقلاب على طول. عشان بشوف بعض يقول لك المخلوع ويبقى المذيع فرحان وهو بيقول المخلوع مثلا كأن مثلا ايه خد جايزه. لا، لما تقول المخلوع يبقى ما كانتش ثوره ولا انتفاضه، كان انقلاب. خلاص. لكن انت النهارده لما تيجي تقول حسني مبارك اولا انا نبدا بقى نظامه كان فيه فساد، كان فيه ظلم. وانا قلت مع مصطفى جويلي عملت حديث في شهر فبراير تقريبا 5 فبراير قلت له الاتي. قلت له انا كنت بقول انها ثوره في الاول ثم انتفاضه. هذه ليست ثوره ولا انتفاضه، هذه وكان منشط الجرعان في الوقت ده غضبه من الله سبحانه وتعالى على نظام ظالم فاسد. لو انت قررت ده 100 مره ربنا بس الرعب في قلب النظام وبس الشجاعه في قلب ولادنا وخلى الجيش حمى شبابنا. فلما تيجي النهارده تتكلم بقى ده سيد حسني مبارك. لكن مدينه الانتاج الاعلام مين عملها؟ مترو الانفاق مين اللي عمله؟ المشروعات الصرف الصحي والكهرباء كل من هو اللي عمله. خلاص. انه جنبك حروب كتيره، كنت ممكن تعمل حرب مع ليبيا وحرب مع السودان، حرب في العراق. وعلى فكره في ناس مش معترفه بدوره في الحرب 73. ده عبث. يعني انا قبل كده قلت في كتاب مقالات، مجموعه مقالات، استاذي الدكتور سليم العوا، وانا حتى قريت له مقالته وتراهن على 50 جنيه اذا كان هو قال الكلام ده. لا، كاتب مقاله قال قائد الضربه الجويه، هيكل قال قائد الضربه الجويه ما ينفعش بعد ما بقى س الف ب ق يبقى عسكري مرور. ما ينفعش، ده ظلم. تعرف ان الاستاذ محمد حسين هيكل بعد الثوره قال لا انه ما كانش له دور. ما هو حضرتك قريتها ولا لا؟ طبعا قريت ورديت عليه. ورديت عليه في التلفزيون. وقلت له اذا كان في، انا واضح في كلامي، قلت له يا استاذ هيكل احنا جينا 2 في يناير 72 قبل ما نروح ميدان التحرير جينا على الاهرام، عملنا مظاهره قدام عشان نقابلك، جاب لنا امن مركزي عجلنا وفض المظاهره بالضرب. هو مش هيكل اللي دلع الهزيمه وسماها نكسه بتاعت 67؟ هو انت يا هيكل لما في زملائك زي مفيد فوزي اترفد من كان صحفي ومشوه، وكان في مذيعين يا جماعه اللي بينطق بحرف بيروح السجن الحربي. خلاص. ليه ما اتكلمتش في العصر دون؟ ليه ما تقولش، ليه ما قلتش كلمه حق في زمن ضلال؟ لكن انت النهارده جاي بتتكلم يا هيكل. انا قلت وبقول تاني، إذا كنت تتحدث عن الفساد قول لنا الأستاذ أحمد هيكل اللي كان شريك جمال مبارك في هرمس والقلعة عنده 12 مليار دولار منين؟ اطلع قول للناس منين؟ أنا بقول لك أهو. هل يعلم الناس إن أحمد وحسن ولاد هيكل كان بيتحقق معاهم، واللي كان بيحقق معاهم رئيس نيابة اسمه هشام جعفر في مكتب النائب العام ولم يكتب حرف مجاملة لهيكل، كان بيحقق معاهم في قضايا فساد. يا استاذ الفاضل اذا كان بيتك من زجاج لا تلقي الناس بالحجاره. خلاص. ادي هيكل. انا النهارده هديك مثل تاني يا خالد واتمنى يطلع يرد عليا اهو. انت؟ لا، مين؟ استاذ ايمن نور اهو كتابه. شوف ايه عن حبيب العدلي. يا ريت الكاميرا بس اللي ورا بس عشان الناس تشوف، مش عشان قريبه. قول اقرا. ما اكيد ان اللواء حبيب العدلي الكلام ده من 4 سنين. اللي بيطلع في التلفزيون يقول لك انا قائد ثوره. ان اللواء حبيب العدلي وزير الداخليه رجل هادئ عاقل نظيف اليد عف اللسان قليل الانفعال. ده كلام يا جماعه. هو في ايه؟ خلاص. حسني مبارك قال عليه ايه بقى اهو. كان الرئيس موضوعيا وحكيما عندما أكد أن منهجه في التعامل مع الكثير من القضايا الخارجية ومصلحة المواطن المصري وقياس ما يحققه لهذا الموقف وذاك مكاسب وخسائر. كان الرئيس لطيفا كعادته صريحا صادقا كما عهدناه.
ايه يا استاذ ايمن؟ انتوا بتضللوا الشباب. طب هقول لك حاجه. انا نفسي يعمل لي مداخله دلوقتي يقول لي الكلام ده ما طب هقول قالوش. لحضرتك حاجه، بس انت ما تنكرش حبك للرئيس السابق، هقول دلوقتي. لان انت كنت برضو بتصرح بحبك للرئيس السابق. هقول لك دلوقتي. تمام. ادعو كغيري من المصريين للرئيس مبارك بطول البقاء والصحه واستمرار العطاء من اجل مصر وابنائها واستقرارها. لكني كغيري مصري ده يا جماعه، ده كتاب يا استاذ اهو. انا عايز حد يقول لي الاخ ايمن نور مرتضى جاب مقالاتك اهي، ويطلع يرد عليا يقول لي انت بتقول كلام فارغ. عبد الرحيم الغول اهو، عبد الرحيم الغول اخونا الكبير بتاع هنا نجا حمادي. الغول افضل واحسن كثيرا من وولف. وولف ده راجل سيناتور امريكاني. الغول تاريخه البرلماني والنيابي اطول من وولف، اهتماماته النيابيه اوسع. الغول تبنى قضايا الشباب في البرلمان المصري. هو في يا جماعه؟ انتوا عارفين ليه في الفضائيات؟ ايه القرف ده؟ ده انا بديك نموذج. خلاص. محمد ابراهيم سليمان يجب ان نسعى لرد اعتبار هذا الوزير في مواجهة الحلفاء وهجمته الشرسة عبر هذه السطور. حجم الإنجاز هو رد الاعتبار الأقوى والأكبر، أننا فقط أردنا أن نضع حقائق أمام الناس إحقاقا للحق وإنصاف هذا الوزير. يا أستاذ خالد، الراجل اللي اتكلم قبل 25 يناير، إنما لما حسني مبارك. عايز أقول لك حاجة يا ست وشار، يعني أنت حضرتك جبت مثل الأستاذ أيمن نور، بس لو كده لا، مصر كلها كانت بتكلم نفس كلمات الاستاذ ايمن نور قبل 25 الا البعض القليل بصراحه، يعني يتعدوا على الصوابع. بصراحه ولا انا غلطان؟ لا انت غلطان. ليه بقى؟ هقول لك ليه. في 10 مثلا كانوا بيتكلموا كلام مختلف. هقول لك ليه. انا لما قلت لزكريا عزمي حسني مبارك زكريا عزمي خرب مصر وقتل 1200 واحد في العباره، الناس وكانت على التليفونات بيوزعوها. ولما قلت لاحمد نظيف رقم 10 انتوا احمد عز خربتوا مصر، خلاص الناس قال لك ده مجنون. اللي بيتكلم كان بيتكلم قبل 25 يناير. لكن دلوقتي حسني مبارك بتقول لي انت بتحب حسني مبارك. في عهد حسني مبارك اتحبست 87 اعتقال 3 اشهر بسبب زكي بدر في سجن المزرعه. وفي 97 لما ضربت السفير الاسرائيلي مستشار نتنياهو فضيله عزام اتحبست 17 يوم. و2007 خلي بالك لما بعت لزكريا عزمي رساله على الموبايل بتاعه تقول الله يخرب بيتك انت والنظام بتاعك وربنا هيخرب بيتكم قريب. ده لو انتوا لسه فاكرين ربنا خلي بالك عملوا لي قضيه سيد نوفل، واخد بالك، اللي قال لك لما قال حسبي الله ونعم الوكيل. ومستشار وزير سياحه الثوره منير فخري عبد النور شريف اسماعيل لسه لغايه دلوقتي مستشاره. خلاص جابوا الاول قاضي قالوا له هديله 3 سنين، دي تعليمات كان موجود زكريا ورئيس الوزراء وزير العدل 3 سنين، قال لهم لا راحوا رافضينه وجابوا الاستاذ شريف اسماعيل اداني 3 سنين مع الشغل والنفاذ في ايه بقى؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حتى انا قلت طب لو قريت القران كله هاخد اعدام. خلاص ده عصر حسني مبارك. خالد في عصر حسني مبارك مجلس اداره بتاعت حل مرتين. في عصر حسني مبارك سقطوني بالتزوير 2010 وانا جبت لك الحكم عشان ما حدش يتاجر بحكايه التزوير في 2010. في عصر حسني مبارك شوف انتخابات امال عثمان في الدقي العجوزه سقطوني قدامها وانا اللي كنت كسبان. 95 في دايره تميده، 2005 2010 تمام، وانا اللي رفعت قضيه اهي في مجلس الدوله قدام مستشار مجدي العجاتي واترفعت وحليها واسمه اهو وحليت الحزب الوطني. لكن حسني مبارك ليه ايجابياته وليه سلبياته. حسني مبارك ما كانش بيصحى من النوم طول النهار ماسك مطوه وعمال هو واولاده بيشقوا جيوب الناس. وانت عارف كان في ناس زي الاخ احمد شويري اللي جبته في التقرير كان لما بيقول يا جيمي كان بيبقى فرحان. دلوقتي بقى من الثوار للاسف الشديد. يا جماعه طيب. ده تاريخ. بص حسني مبارك يحاكم امام قاضي عادل اسمه المستشار احمد رفعت، ويحاكم امام التاريخ ويحاكم امام ربنا سبحانه وتعالى. 3 محاكمات. لكن ما ينفعش انا كنت معترض يا خالد على بعض العيال اللي ماسكه صوره حسني مبارك واخد بالك وتقول له يلا يا ابن الكلب. ما ينفعش. حسني مبارك قتل حاكمه، سرق حاكمه. على فكره ده رايي من اول يوم ما بغيروش ومش هغيره. لكن ما تهنوش هو ولا غيره. احمد عز ده انت عارف انا لا ما بطقوش. لا ده انا هجيب لك قصص دلوقتي، بس طالما اتكلمنا على الكابتن احمد شوبير، كابتن احمد شوبير كان ليه راي كده. طب نروح نشوف.